نحو العلا سيروا شبابا مجد، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة أزفها إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم ساعة الشباب. هذا البرنامج الذي يأتيكم من تقديم أخوكم عبد الرحمن برهان، وزميلي في التقديم أخوي عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، وأحيي أيضا السادة المشاهدين في كل مكان، ونذكركم أننا في صدد استقبال مشاركاتكم واستفساراتكم وأجوبتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية بإذن الله. إلى أولى فقرات هذه الحلقة وجلسة سمر. طيب عبد الرحمن، حياك الله. أهلا وسهلا. خلينا نتكلم في محور حديثنا لهذه الفقرة الجميلة والمحببة إلى قلبي كثيرا، بحكم أنها تهتم بقضايا الشباب بشكل خاص. نتكلم في موضوع عزل اليوم عبد الرحمن، ألا هو موضوع الزواج. ونحاول نفيد المجتمع، مجتمع الشباب بقدر المستطاع فيه من جميع الجهات. فموضوعنا لهذه الحلقة هو الزواج بجميع تفاصيله وكل ما يستحق الحديث فيه. يعني ممكن نطرح محاور عديدة، مثل متى يتزوج الشاب، لماذا يتزوج، من هي شريكة حياته المناسبة، كيف تعرف، ما هي التفاصيل التي تهم الشاب قبل وأثناء وبعد الزواج. طيب، موضوع الزواج موضوع حامي، ولا ينفك الشباب أو الرجال في الحديث عنه، فهم بين راغب ومعارض. صحيح. والرجال بين معدد وموحد فيها. نعم. فالحديث فيها يطول، لكن بداية يا عبد الرحمن خلينا ندخل في الموضوع بشكل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هنا تأتي بمعنى القدرة المادية والعقلية والجسدية، فمن توفرت عنده هذه الأمور أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. ونحن طبعا نحن كمسلمين نأخذ هدينا ونأخذ أخلاقنا ونأخذ اتباعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم للشباب لمن يستطيع منهم الزواج أن يتزوج، وجدنا أن الموضوع ذو أهمية وذو قيمة. نعم. بعد ذكر النظرة الشرعية للموضوع، دعنا ننتقل إلى محاور تهم الشباب، ولعلنا نبدأ بأهم محور يأتي مباشرة أو يأتي مرتبطا ارتباطا كليا مع الزواج، ألا وهو القدرة المالية. كيف نحدد القدرة المالية للزواج؟ هل القدرة المالية أمر معتبر في قضية الزواج؟ بلا شك أنه الأمر هذا معتبر بشكل أساسي جدا، وقد يعتبر من الأمور الأساسية بعد يعني تقريبا هي القدرة الأساسية في الحياة الزوجية. نقدر نقول الركيزة التي الركيزة التي يركز عليها الشاب في أثناء اتخاذ هذا القرار. وقد نجد أنه ضابطها في الحديث فيما معناه أن يصبح الرجل معافى في بدنه معافى في صحته عنده قوت يومه فكأنما حيث له الدنيا بحذافيرها. نعم. فإن كان الشخص يستطيع أن يؤمن قوت يومه لأهله ولأبنائه ولأسرته، فأنا أعتقد أن هذا الشخص مهيأ كامل للزواج. هذا ما يعرف بالقدرة المالية. احنا لا نتكلم هنا عن الثراء الفاحش، احنا نتكلم عن تأمين الحياة الكريمة، حتى لا يحتاج أهله إلى رعاية من أحد آخر. يعني يكون العائل الأول هو الزوج. هو أصلا لا، يعني ما ينبغي أو ما يجب على الزوج أنه يكون صاحب شركات أو صاحب أموال طائلة أو ثروة كبيرة عشان يستطيع أنه يتزوج أو عشان يفكر أنه يتزوج. يكفي من الزواج ما تستطيع أن تؤمن به قوت يومك وقوت أبنائك وقوت زوجتك وما إلى ذلك. صح. ننتقل إلى اللي بعدها عبد الرحمن. ذكرنا أن الباءة هي القدرة المادية والعقلية. ما هي القدرة العقلية؟ أن يكون الشاب مهيأ وفطن ومدرك وواعي لأهمية هذه الخطوة ولأهمية ما سيقدم عليه. وهذا حقيقة ما لا تحدده المدارس أو الجامعات. يعني ما في منهج دراسي يقول لك كيف تصبح زوجا ناجحا أو منهج
الدراسي. ممكن هذا تحصلها في الدورات أو الندوات أو ما إلى ذلك، لكن الحياة، الخبرة، المعاشرة، النظر في أمور الناس هي التي تحدد إدراك الإنسان ووعيه وقدرته العقلية وتهيئه للزواج. فهذا نقول أنه يحدده الخبرة ولا تحدده المدارس. يعني ما يحتاج أنه يكون إنسان متعلم، هذا المقصد، أنه ما يحتاج أنك تكون صاحب شهادات عليا عشان تكون رجل ناجح زوجيا، بل بالعكس يحتاج أنك تكون إنسان فطن وذهين متيقن لهذا. فنقول هنا أن الوعي والإدراك صبغة مجتمعية وليست صبغة دراسية أو نهج سلوكي. وهذا يتطلب منك طبعا بطبيعة الحال إذا صرت شخص ذو معرفة عالية بتكون بإذن الله شخص ناجح. صحيح بلا شك. وأعقب أيضا على نقطة يا عبد الرحمن على أنه قد يكون شخص ناجح أكاديميا ولكنه يعني فاشل، خلينا نقول حياتيا، أو فاشل في الحياة الزوجية. فالأمر كله ليس مرتبط بالدراسة الأكاديمية أو النجاح في الدراسة، هو مرتبط بالنجاح في الحياة. فكل ما كنت ناجح في حياتك، لأنه حرفيا مدرسة الزواج هي اختبار لنجاحك في الحياة. فإذا غالبا تجد أنه الشخص الناجح تجد أن بيته ناجح، وغالبا أيضا تجد الذي بيته غير ناجح غالبا تجد أنه عنده مشاكل. فالبيت يؤثر على الشخص بشكل عام. فنجاح البيت من نجاح الحياة. فعلا. خلينا ننتقل أيضا إلى المحور الثالث يا عبد الرحمن، اللي هو محور المهم أيضا، ويأتي في الدرجة الثالثة بعد القدرة المالية والقدرة العقلية. نجد أن القدرة الجسدية لها ما لغيرها من أهمية بالغة. فالزواج بطبيعة الحال نتكلم هنا عن تجاوز مرحلة البلوغ، هذا الشرط الأول. فأيضا نتكلم عن القدرة الجنسية بحكم أنه هذا أمر أساسي في الحياة الزوجية. نتكلم أيضا، أعتقد أنه كمان هذا الشيء يعني ممكن حديثا صار ممكن يحدد باختبارات أو فحص ما قبل الزواج. نعم. بالتالي حتى يكون الشخص مهيأ وجاهز للحياة الزوجية بشكل جسدي وبشكل أيضا جنسي. نعم، خالي أيضا من الأمراض. بالتالي هذا الموضوع أيضا مهم ويجب أن الشباب يعيرونه أهمية بالغة. طيب، عرفنا ما هي الباءة ولمن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. قد تتوفر هذه الأمور في شخص ويكون راغب ويكون معارض، وهذه أمور شخصية. صحيح. دعنا ننتقل أو نتوغل في الراغب والمعارض من الشباب في قضية الزواج، وهو ذو قدرة كاملة. طبعا الزواج عوامل تجعل الإنسان راغب. صحيح. بها، مثل العامل الديني، بما أن الزواج هو نصف الدين، فقد يكون الإنسان يرغب بالزواج عشان مثل ما يقولون يكمل نصف دينه. وفي عوامل أخرى مثل عوامل جسدية، عوامل عاطفية، عوامل استقرار. قد الإنسان ما يحبذ حياته العزوبية بحيث أنه يكون منطلق ومنفلت بدون أن يشعر أن هناك سكن واستقرار له. يعني هو الإنسان يبغى يرجع البيت، يشوف أن البيت نظيف، يشوف أن البيت مهيأ، وزوجته بانتظاره وأبنائه، وإن كانت زوجته حامل فهو يستمتع بفترة الحمل، وإن كانت قد وضعت فهو يستمتع بأولاده وبجلوسهم ومقاربتهم. فلذلك عندنا عوامل تساعد أو يعني تجعل من الشاب راغب في الزواج وتحفز منه، مثل ما قلنا رغبة عاطفية أو رغبة جنسية وعوامل استقرار وما إلى ذلك. لكن دعنا ننظر في العوامل التي هي محل النقاش. هل هي عوامل سليمة وصحيحة أو لا؟ كمن يتزوج الزوجة طلبا لمالها أو طلبا لمال أبيها، أو من يتزوج الزوجة طلبا لجنسيتها مثلا، يكون في عامل المصلحة نقدر نقول. هل هذا يا عبد الرحمن تعتقد بوجهة نظرك أنه عامل مساعد أم عامل رئيسي في قضية الزواج؟ الزواج منظومة كاملة، ومنظومة تتكون من فردين رئيسيين وأفراد متفرعين منها، فبالتالي هذا أمر لازم أن يكون في عقل الزوج وعقل الزوجة. فالزواج إذا كان هدفه الرئيسي هو مصلحة تخص طرف دون الآخر، فبالتالي هذا الزواج غالبا أنه يفشل بحكم أنه ما أسس على بنيان صحيح. ولا يمنع أيضا وجود هذه المصالح، ولكنها تكون مصالح جانبية. والأصل سبحان الله يقول لك كل متزوج يقول أن الأصل في كل بيت ناجح التنازل. تجد أن الزوج يقدم يعني ما شاء الله من التنازلات، تجد أن الزوجة تقدم ما شاء الله من التنازلات. وأيضا في هذا الموضوع نجد أنه يقول أنه لا يجتمع رجل حار وامرأة حارة، فلازم تكون في رجل حار وامرأة باردة وامرأة حارة. فلأنه الزوج عبارة عن تكامل،
ما ينفع أن يكون الشخصين بنفس الشخصية ويستطيعون أن يديرون بيتا ناجح، إلا هذا البيت سوف يسقط، لأنه التكامل هو ركن لا يتجزأ من أركان البيت الناجح. وزي ما قلنا لا يمنع أن يكون في مصلحة، ولكن مصلحة جانبية مثل لكنها تكون كعامل مساعد. نعم. أصلا إذا كانت المصلحة هي العامل الرئيسي في الزواج فسد الزواج وضاع الأبناء وتاهت، لأنها ما تتولد، يعني لأنها تبدأ العلاقة الزوجية بنظرة مصلحة ليست بنظرة مشاعرية. صحيح. فقد ما تتولد مشاعر الحب أو مشاعر الألفة بين الزوجين، ما يولد أسرة فاشلة وأبناء تائهين وما إلى ذلك. أيضا إذا أنت وضعت أنه هذا هدفك الرئيسي من الزواج، يعني فور حصولك على هذا الهدف سوف ينتهي شغفك الزواج. نعم. بالتالي يعني الزواج سوف يفسد، فور حصولك على جنسية، فور حصولك على مال، فور حصولك على منصب. ولكن إذا كان الزواج مبني على ركائز دينية وركائز مشاعرية وركائز تجاه أنه بناء أسرة ناجحة، هذا شيء يتجدد معك مع مرور الزمن، تجد أنه شيء متجدد معك. نعم. وبالتالي هذا شيء يساعد على تنمية الأسرة واستمرارها. فعلا، لذلك يجب على المرء أن يكون ذكي في اختيار زوجته وليس دقيق، وكذلك الزوجة تكون ذكية في اختيار زوجها. لا يوجد أحد كامل، لا يوجد أحد كامل الأوصاف وكامل الطباع الخلقية والخلقية، لكنه قد يكون بعض التنازلات منك وبعض التنازلات منها تبني أسرة جيدة وتعيشون معا لوقت أطول. فلذلك قد تكون المال أو يكون الجنسية أو أي مصلحة جانبية عامل مساعد في إنشاء أسرة أو في تكوين أسرة صالحة، لكنه ما يكون عامل رئيسي، لأنه ستنتج بعده غالبا أسرة متفككة. فلذلك مثل ما أنت تعتقد أنه مثل ما أنت تؤمن أنه لا توجد امرأة كاملة، كذلك لا يوجد رجل كامل، وأنت في نفسك غير كامل. فلذلك يوم تختار زوجتك اختارها بذكاء، بلطف، بعناية، وليس بدقة وحذافير ومواصفات وما إلى ذلك، لأنها هي بالمقابل لن تجد رجلا كامل. يعني حنا فينا من العيوب ما الله به عليهم، وكذلك هم. فلذلك التنازل والتغاضي عن عيوبهم والتنازل والتغاضي عن عيوبنا ينتج بإذن الله مجتمعا صالحا. نعم. تحدثنا عبد الرحمن في الفقرة الماضية عن من يريد الزواج. نعم. دعنا نتحدث عن من لا يريد الزواج، وهم قلة في المجتمع، ولكن هم فئة معتبرة. ودعنا نقسم هذا الموضوع إلى جزئين من الناس أو صنفين من الناس: من لا يريد الزواج بالكامل، يعني ليس يؤمن بفكر الزواج. ودعنا نبدأ بهذا هؤلاء الفئة، إنه هؤلاء على خطأ بشكل كامل 100%، وهم قلة جدا جدا. ولكن يوجد من يقول أنا لا أؤمن بالزواج. نعم. تجده إما أن والعياذ بالله يقع في الحرام، وإما أنه يعني عنده أسباب الخاصة مثل الضعف مثل إلى آخره. ولكن هذه الفكرة خاطئة تماما، ومن يؤمن بها غالبا أنه يكون عنده مشاكل نفسية أو مشاكل جسدية. والشارع الديني حث على أنه الناس لازم يتزوجون، فقال يعني تزوجوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فتزوج. أما من لا يرغب بالزواج لفترة معينة، إن بحيث إنه يقول والله أخلص جامعة بعدين أتزوج، والله أخلص ماجستير بعدين أتزوج، والله يكون عندي دخل فلان بعدين أتزوج، هذا له أسبابه الخاصة. نعم. وهذا يعني هو يعتقد أنها يعني منطقية. يعني نعم، عدم رغبته معتبرة. نعم. قد يكون يعني لا يرغب بالزواج هذه الفترة، لكن ليس غير مؤمن بالزواج. صحيح. لا، هو مؤمن بها لكنه يرغب في هذا. الحديث في هذا يطول، ولعلي أخرج إلى فاصل قصير وإلى فقرة قادمة وحول العالم. طيب، أما دولة اليوم يا عبد الرحمن فهي دولة العراق العتيقة، وهي دولة فيها مهد كثير من العظماء وكثير من الرسل والأئمة، ومليئة بالآثار ومليئة بالأشياء القديمة. نقدر نقول أنه ولد في العراق النبي إبراهيم عليه السلام، وآدم ونوح وهود وصالح وذو الكفل وسليمان وأيوب والكثير من الأئمة المسلمين ولدوا في هذه الدولة، وبلدة ضمت هذا العدد الهائل من الأنبياء والرسل والعدد الهائل من الأئمة والعلماء وما إلى ذلك. لابد أنها شهدت كثير من القصص وكثير من الأحداث وكثير من الآثار على مر العصور، فلذلك لابد أنها تعتبر بلدة عريقة، ولعلنا اليوم نسهب في الحديث فيها.
إذن دولة اليوم دولة العراق، نعم. وعاصمتها بغداد. دعنا قبل أن نتحدث عن قصصها وأخبارها وأهم معالمها نتحدث عن معلومات تهم المستمعين والمشاهدين عنها. العراق عدد سكانها يا عبد الرحمن يصل اليوم بحسب آخر إحصائية في عام 2020 إلى 40,150,000 نسمة، موزعون على نسب بين الرجال والنساء بنسبة 50.5% منهم رجال و49.5% منهم نساء، فما شاء الله النسبة متوزعة تقريبا نعم بالتساوي. وكانوا يقولون انه عددوا بشكل بسيط يعني رجال اساس يعني تتوازن النسبة. تصل نسبة العرب، طبعا هي دولة عربية ولكن تصل نسبة العرب فيها إلى 75% فقط. أما النسبة المتبقية فموزعة بين الأكراد بنسبة تقريبا 15%، أما الباقي من 5 إلى 10% فهي هم من أعراق أخرى. دين الإسلام هو دين المعترف في دولة العراق، وهو يشكل غالبية سكان، تقريبا نسبتهم 95% من سكان العراق مسلمين. وهناك جدل أيضا حول نسبة الشيعة والسنة في البلاد، وكلتا الطائفتين تشكل الأغلبية العددية، يعني عندنا الأغلبية بين السنة والشيعة. تعداد السكان بإشراف دولي تؤكد الهيئات الدولية أن ثقلهما متقارب ومتوازن، فبالتالي ثقل السنة والشيعة في العراق كلاهما معتبر، فلا يوجد فئة أكثر من فئة أخرى أو أكثر من فئة أخرى. ومن جانب جغرافي تعد العراق هي المنفذ الوحيد للخليج العربي على العالم. نعم. حيث يبلغ طول الساحل البحري للعراق حوالي 85 كيلو متر، ويعد ميناء أم قصر في البصرة هو أهم الموانئ العراقية المطلة على الخليج. ولا ننسى أيضا أن نذكر نهر دجلة أو نهر دجلة والفرات من أهم الأنهار وأهم المعالم السياحية والأثرية عندهم على مر العصور، واللذان كان أساس نشأة أولى المراكز الحضارية على مستوى العالم. والحديث هنا عن بلاد الرافدين، وهي الدولة التي نشأت تقريبا قبل 8,000 سنة وعلى امتدادها. نعم. على ذكر بلاد الرافدين، تسمية دولة العراق هو يعني مسمى حديث لهذه المنطقة، وكانت تسمى هذه المنطقة وما جاورها من المناطق الأخرى كما ذكرت يا عبد الرحمن ببلاد الرافدين. وهذا الاسم طبعا اسم قديم، يعني يقولون المؤرخين يعود إلى ما قبل الميلاد، اسم بلاد الرافدين. نعم. أيضا كما عرفت المنطقة خلال فترة القرون الوسطى بتسمية عراق العرب، وذلك تفريقا لمنطقة عراق العجمي والتي تقع الآن غرب إيران. ففرقوا بين عراق العجم وعراق العرب. إذا نقدر نقول من هنا ظهرت تسمية العراق. نعم بالضبط. أيضا كما ذكرت عبد الرحمن المؤرخين يقولون أن تسمية العراق تسمية حديثة، ولم يعرف في القديم ليس اسمه يعني قديم أنه البلاد هذه تسمى بلاد العراق وإنما طيب بلاد الرافدين. ما لو قلنا ما هي العراق لغة؟ العراق لغة لها معاني كثيرة، منها شاطئ الماء، نعم، وشاطئ البحر طولا وغيرها. والعراق يعني لفظ إذا جينا في اللغة يذكر ويؤنث أيضا. يذكر ويؤنث. نعم. طيب نرجع أيضا للحديث عن جغرافية العراق في قديم العصور، حين تم السيطرة على العراق من قبل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص في خلافة الصحابي الجليل أيضا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقلت خلافة المسلمين، نقلت عاصمة خلافة المسلمين من المدينة حين كانت آنذاك إلى البصرة، عفوا إلى الكوفة في العراق، نظرا لموقعها الاستراتيجي. مثل ما قلنا جغرافيا تمتاز بموقع جيد يطل على العالم من خلال البحر المطل عليهم. ثم بعدين في العصر الأموي تقريبا نقلت إلى دمشق، وكانت دمشق هي عاصمة المسلمين. وفي ذكر الغزوات والفتوحات أيضا يذكر في فترة ما من العالم غزو الشهير الذي يسمى بغزو المغول بقيادة القائد هولاكو خان في عام 1257. قام هولاكو خان بتجميع عدد كبير ضخم من الجيوش لاحتلال العراق، وتحديدا احتلال بغداد، لأنه إذا سقطت العاصمة فتعتبر أن الدولة سقطت. نعم. فكانوا استهدف العاصمة بغداد، وآنذاك كان الخليفة المستولي على هذه المنطقة وخليفة المسلمين اللي هو المستعصم بالله الخليفة العباسي. طبعا هذا كلام في
فترة خلافة الدولة العباسية. نعم. فبطبيعة الحال المسلمين لا يستسلمون بسهولة، فطلب هولاكو خان من المعتصم بالله أن يسلم أمارة الدولة ويتنحى جانبا، فرفض بحكم عزة المسلمين. فمما يعني استشاط غضب القائد هولاكو وأمر بتدمير بغداد كامل، فدمرت فعلا بغداد بالكامل واستولى عليها. وهو طبعا ما يتفق مع استراتيجية المغول أنه تثبيط المقاومة وتدمير كل ما يقف في طريقها. يذكر أنه في هذه الغزوة أو في هذا التدمير قتل ما بين 200,000 شخص إلى 1,000,000 شخص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. إضافة إلى حرق مكتبة بيت الحكمة. حرق مكتبة بيت الحكمة التي كانت تعتبر أعظم مكتبة علمية وأدبية وفنية في ذلك الوقت، حيث كانت تحتوي على عدد لا يحصى من الكتب القيمة والوثائق الأثرية التي لا تقدر بثمن. يعني إضافة إلى تخريب البلاد والمباني والمساجد وحرق هذا، كانوا يحرقون المكتبات. فأيضا هم ما دمروا الحاضر، دمروا الماضي ودمروا المستقبل بحرقهم للمكتبات. فلا علوم تقرأ في المدارس ولا علوم يرجع إليها أصحاب التاريخ وأصحاب السير. ويعتقد بعض المؤرخون بأن الغزو المغولي قد دمر البنية التحتية الزراعية. يعني هم أصلا العراقيين على مدى ازدهار بلدتهم من أيام بلاد الرافدين كانت من خلال إنشاء بنية تحتية زراعية فاخرة وقوية ومتينة وحصينة، فقد دمرها هؤلاء المغول حين دخلوا على البلدة وخربوها، فأيضا دمروا المحصول الزراعي. الله المستعان. والله المستعان. دعنا ننتقل إلى محور آخر وهو صعيد السياحة. تشتهر دولة العراق بصعيد السياحة الدينية، فيقصد العراق الكثير من السياح المتدينين دعنا نقول أو طالبين العلم، بحكم أنه وجود الكثير من المواقع وأيضا وجود الكثير من الأضرحة المهمة للديانات الإبراهيمية، كما للمسلمين العديد من المساجد هناك، وأيضا الأضرحة التي يزورها كثير من الملايين سواء العراقيين أو ما جاورها من المناطق الأخرى، إضافة إلى مئات الآلاف من غير العراقيين، خاصة من دول الخليج العربي، إيران، الهند، باكستان، ودول آسيا بشكل عام، يزورون هذه المناطق بحكم أنه فيها أماكن تاريخية وعظيمة مثل المساجد مثل الأضرحة. وبحكم الشرعي لعلنا يا عبد الرحمن في برنامج الفتاوى فاسألوا أهل الذكر نسأل دكتورنا الغالي دكتور حسن سلمان حتى يفيدنا في هذه القضية. نعم. وأيضا الحديث عن السياحة، توجد معالم مهمة جدا في العراق، ومنها معلم يعتبر من عجائب الدنيا السبعة، وهي حدائق بابل، وقد بناها الملك نوبخذ الثاني لزوجته التي كانت تفتقد الخضرة في العراق آنذاك، فقدم لها هذه الهدية، وكانت حديقة مبنية بشكل طولي بمحافظة بابل، وهي أول تجربة للزراعة العمودية في التاريخ. يعني شوف، موقف بين رجل وزوجته، تونا قبل شوي نتكلم عن الزواج، موقف بين رجل وزوجته أصبح عجيبة أو من عجائب الدنيا السبع، ما أن بنى لها هذه الحديقة. أيضا من المعالم التاريخية التي تذكر ولا تنسى على مر العصور معلم قلعة أربيل. وترجع شهرة قلعة أربيل إلى كونها كانت السبب الوحيد أو الرئيسي في إجهاد حصار لوكاكو، حيث حصار هولاكو، حيث نجح أهل القلعة في التزود أيضا من مياهها والتزود بالمعدات اللازمة لمواجهة حصار هولاكو عبر الدخول والخروج من القرية، إلى أن انسحب هولاكو أخيرا منها. وقد تم بناء هذه القلعة لتكون حصنا منيعا وقويا يحمي الأعداء، يحمي المدينة من الأعداء، حيث تم بناؤها أيضا في عصر الآشوريين بارتفاع سور القلعة يبلغ تقريبا 400 إلى 415 متر، يعني ما شاء الله عالي، برج يعتبر. نعم. وأيضا كانت منظمة اليونسكو المعروفة قد أدرجت قائمة أربيل ضمن قائمة التراث العالمي الجدير بالذكر. والقلعة تقع في وسط مدينة أربيل في قردستان، في منطقة في دولة العراق، في منطقة اسمها قردستان، تقع في وسط هذه المدينة. أيضا من معالمهم الشهيرة مملكة الحضر، والتي اشتهرت ببسالة أهلها
ومقاومتهم للفرس والرومان آنذاك. وكانت جيوش الرومان والفرس تتوالى عليهم إمبراطور إثر إمبراطور حتى يتمكنوا من إسقاط هذه الدولة بعدهم وعتادهم، لكنهم فشلوا إلى أن يعني بعد مقاومة طويلة وجهد جهيد أسقطوها، فسقطت في يد الفرس سنة 241. اشتهرت هذه المملكة بأنها كانت تحاكي روما الإيطالية في الجمال المعماري والتصاميم والهياكل بشكل عام، ويذكر أنه تم العثور على تماثيل ونقود مصنوعة بناء على الطراز اليوناني والروماني القديم. وتعود المملكة إلى القرن الثالث الميلادي وتقع شمال غرب العراق. وإذا أتينا عبد الرحمن على صعيد التراث التاريخي للدين الإسلامي الحنيف، فنجد أنه من أعظم الصروح الشامخة في هذه المنطقة مسجد الصحابي سعد بن أبي وقاص الذي بناه في عام 19 من الهجرة عقب معركة القادسية الشهيرة التي افتتح فيها منطقة العراق ليكون أول مسجد بني في العراق، وموجود إلى يومنا هذا أيضا، كما دفن فيه المسلم مسلم ابن عقيل رضي الله عنه. جميل. وعلى صعيد المساجد أيضا جامع الخلفاء واللي بناه علي المكتفي بالله الخليفة، كما تعد منارة مئذنة الجامع الأثر الوحيد المتبقي من أثار الدولة العباسية في العراق آنذاك، كما كانت أعلى منارة تستطيع من خلالها رؤية مدينة بغداد بأسرها. إذن دولة العراق الجميلة والمحببة إلى قلوبنا، لو تحدثنا حلقات طويلة لن نوفيها حقها، ولكن هذه نبذة سريعة عبد الرحمن. نعم، والجدير بالذكر أيضا ما تحدثنا عن أهم معلمين وهم نهر دجلة والفرات، لكن ما سعفنا الوقت. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مع فقرة سبورت، فابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه الله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. اعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما
دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يلوح الفجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم بعد هذا الفاصل القصير. ننتقل وإياكم إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة وسبورت. طيب، سبورتس والحديث عن أسبوع الفيفا. الطويل المزعج للاعبين والمزعج للمتابعين أيضا. تكثر الإصابات في أسبوع الفيفا، ينتقل اللعيبة من المدن اللي هم فيها إلى مدن إلى دولهم أو إلى مدن المنتخبات. ما أسباب الإصابات بشكل كامل؟ هل تغيير المدرب وتغيير الأنمطة التدريبية هي الأسباب في هذا أم لها أسباب أخرى؟ هي لها أسباب كثيرة، منها الإجهاد البدني بحكم أنه هي فترة محددة، ولكن المنتخب يلعب فيه مباريات كثيرة، وبالتالي الإجهاد هذا أولا بحكم أنه جاي من أساسا من إجهاد بدني في الدوري المحلي. أيضا اختلاف الأجواء، السفر والتعب، أيضا اختلاف التكنيكات للمدربين، وأيضا اختلاف الأجواء على اللاعبين. كل هذه عوامل نفسية وبدنية تؤثر على اللاعبين، مما أدى أنه هذا الأسبوع للأسف أنه أصبح أسبوع كابوس على الأندية، ولو كان أسبوع جميل للمنتخبات ولكنه كابوس على الأندية بحكم أنه تكثر فيه الإصابات، وأيضا كابوس على المشجعين بحكم أنه ما فيه لا حماس، ما فيه مباريات جميلة. بالضبط. طيب، ننتقل للحديث عن الدوري الإنجليزي الممتاز عبد الرحمن. يونايتد والسيتي وديربي مانشستر، كانت مباراة قوية صراحة، انتهت بفوز السيتي 2-0 بهدف برناردو سيلفا وبيلي المدافع الأسمر. يونايتد تراجع مستواه مع وصول الأسطورة كريستيانو رونالدو، وإصابة بوجبا الآن لم تؤهلهم أو لن تؤهلهم في نظري للاستمرار في دوري أبطال أوروبا. ما رأيك في هذا؟ النهائي، عفوا اللهم صل على محمد، ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كان أشبه ما يكون بحصة تدريبية لمانشستر سيتي، بحكم أنه غياب كبير للمدرب أولي سولشاير، وأعتقد أن هذا المدرب أفلس من جميع النواحي. وأيضا قدوم كريستيانو إلى مانشستر يونايتد ينطبق عليه المثل الشق أكبر من الرقع. فلعلنا نقول أنه فيه شرخ كبير في مانشستر يونايتد لا يسده لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو، وإن كان كريستيانو رونالدو يلام ولكن بشكل بسيط، ولكن مشاكل يونايتد أعتقد أنها تتمحور حول المدرب بشكل كبير. وأيضا كريستيانو صرح في هذا، قال مستوى يونايتد تراجع، لا من ناحية القتالية داخل الملعب، وأيضا الإدارة الفنية خارج أرضية الملعب. يعني هو كان في يونايتد قبل تقريبا 12 سنة، وكان يرى ما لا يراه الآن، وهو حزين لهذا كثيرا. تصاريح اللاعبين مخيفة جدا. أيضا تصريح برونو مشابه، اللاعب الكابتن برونو فرنانديز يقول أن غرفة الملابس أصبحت مكان غير جيد للاعبين. أيضا تصريح دخية، الصريح الواضح الذي قال أنا حزين. وأيضا لقطته الشهيرة لما طلع من الملعب بين الشوطين كان مزعج جدا من أداء فريقه. وأيضا للأسف أنه يونايتد يعني
لم يستثمر في اللاعبين الذين يعني استقطابات يونايتد تعتبر استقطابات كبيرة جدا. تكلم عن كريستيانو رونالدو، تكلم عن سانشو، تكلم عن برونو فرنانديز، تكلم عن عناصر محلية جيدة مثل جرينوود، هاري ماغواير، أيضا الكابتن بول بوجبا القديم معهم. فبالتالي التيم كويس، التشكيلة جيدة، ولكن المشكلة في المدرب، في المنظومة. نعم. السقوط الكبير في الجولة الأخيرة كان من نصيب ليفربول. نعم. ويعني إلى الآن أعتقد أن النادي الوحيد اللي حائز على الدوري الذهبي هم أرسنال. نعم. صحيح، بدون أي خسارة. صحيح. ليفربول كان في طريقهم لتحقيق هذا. أذكر أيضا برشلونة في عام 18 نعم. كانوا بدون أي خسارة إلى أن خسروا خسارة 4-3 تقريبا. نعم. من ليفانتي أو ختافي. نعم. ليفربول الآن سقط، وما كان متوقع هذا. منظومة قوية، مدرب قوي، نجوم ساطعة، محمد صلاح، فيرمينو وساديو ماني. ما الأسباب في هذا؟ هي مباراة كانت ملحمية جدا. يعني يعاب على فريق ليفربول أنه تراجع كثيرا. نعم. ولم يعني يستخدم قوة الكبيرة، كون أنه هي مباراة أخيرة بعدها سيتم التوقف الدولي، مما استثمره لاعبين واستهام. وبالمناسبة فريق وستهام هذا الموسم يقدم أداء كبير بجدا بقيادة المدرب ديفيد مويس، وأيضا لاعبين كبار مثل ديكلان رايس كابتن المنتخب الإنجليزي، وأيضا كابتن أو عفوا اللاعب المحور في فريق وستهام. هذا فريق أنا صراحة عبد الرحمن من الأفرقة المحبة إلى قلبي، كونهم يعني القيمة السوقية لهم ليست مثل ليفربول ويونايتد والفرق الكبيرة التوب 5 خلينا نقول، ولكنهم نجدهم الآن يعني بعد 11 جولة، وهو 11 جولة يعتبر مقياس، نجدهم يقعون في المركز الثالث بعد مانشستر سيتي، بعد تشيلسي عفوا في المركز الأول، والسيتي في المركز الثاني. ناتي ننظر إلى وست هام ثم ليفربول ثم أرسنال، فنجد أنه تفوق على ليفربول وأرسنال. ودوري لسه طويل 38 جولة، ولكن فريق يعني يشار إليه بالبنان في هذا الموسم. طيب ماذا عن آسيا والنهائي الكبير؟ تعدى الهلال النصر في نصف النهائي بمباراة كانت فيه شد الأعصاب، وكانت فيها الحماس والإثارة بين الفريقين. وصل الهلال إلى نهائي آسيا، وقد تكرر وصوله، إذ أنه وصل في عام 2019. تعتقد أنه يأخذ الدوري أم أنه يكتفي بما أخذ؟ والله نادي الهلال السعودي أصبح من الأندية التي اعتادت خوض مثل هذه المباريات، كونهم لعبوا في 2015 في 2017 وأيضا عادوا في 2019 وحققوا البطولة، ولولا استبعادهم من النسخة الماضية ولا كانوا أيضا مرشحين أقوياء لها، وعادوا في هذه النسخة ووصلوا للنهائي. فبالتالي الهلال يعيش فترة ذهبية جدا في تاريخه. أعتقد أنه المرشح الأكبر، لو جينا على الورق أعتقد أنه المرشح الأكبر، كونه يمتلك عناصر محلية كبيرة جدا مثل اللاعب سالم الدوسري، اللاعب المتألق جدا في هذه الفترة. نجد أيضا عناصر أجنبية كبيرة جدا. بالمقابل فريق بوهانج الكوري فريق يعني لديه مشاكل كبيرة، سواء على الصعيد الدوري المحلي يقع في المركز السابع أو التاسع ما أتذكر بالضبط، ولكن المركز متأخر. نجد أنه خسران في آخر كم عدد هائل من المباريات. نجد أنه فريق يعني فيه مشاكل كبيرة في الدفاع، مما يشكل نقطة قوة كون هجوم الهلال أنه فريق قوي جدا. فأنا أعتقد الهلال أصلا هجومهم يعني هجوم سفاح من سالم الدوسري، ومهاجمهم موسى مريقا و خلينا نقول على الورق الهلال المتقدم. الهلال واضع خطوة نحو الكاس، ولكن مباراة نهاية عودتنا أنها تكون مليئة بالإثارة، وللملعب أحداث أخرى. نعم 50-50 في الملعب. طيب بالحديث عن الهلال دعنا ننتقل إلى غريمه النصر. بعد خروجهم من دوري آسيا المشاكل كثرت عندهم، استقال مديرهم الفني حسين عبد الغني، وكذلك هزيمتهم من الشباب. كان النصر معول بشكل كبير على دوري أبطال آسيا هذه السنة. الديون ستسحقهم كما يظهر، والمشاكل بدأت تظهر. ما رأيك في الموضوع؟ لعله الهزيمة الهلال كان لها أثرها النفسي الكبير على النصر، بحكم أنه عاد في الدوري المحلي وخسر مباريات كثيرة آخرها مع الشباب. نجد أنه استقالة المدير الفني حسين عبد الغني، استقالة رئيس النادي حسين المسلي، نجد في مشاكل كبيرة في النصر. إقالة عفوا المدرب بيدرو إيمانويل
المدرب البرتغالي، المدرب بالمناسبة هذا مدرب كبير جدا، درب فريق التعاون مكانه وحاز معهم على بطولة كأس الملك، وبالتالي مدرب جيد. ولكن مشاكل النصر أنا أعتقد أنها كلها تكمن في الإدارة. الإدارة لم تحسن إدارة هذا النادي الكبير المليء بالتاريخ العريق. للأسف الشديد أنه هذا النادي قاعد يعني يشوه سمعته بأسماء ونجوم كبار. نجد أنه لاعب مثل تاليسكا خاض مع المنتخب البرازيلي مباريات كثيرة، ويعني له صوات الولاة في الدوري في الدوريات المحلية الكبرى. نجد أنه يعني يكون في هذا الفريق في هذه الفترة في مشاكل كبيرة. لكن بالحديث عن الأفريقيا السعودية دعنا يعني نذهب إلى فريق الاتحاد. نعم. الذي يعيش أيضا أيام جميلة. وبالمناسبة الاتحاد وقع في قرعة في كأس الملك، قرعة سهلة فيها يعني أفريقيا بسيطة جدا. سوف يلعب إن شاء الله مباراة أمام الفتح وسوف يتأهل منها إن شاء الله، أو إذا كان الفتح كلام آخر سوف أيضا يتأهل. ولكن على الورق الاتحاد جهته جهة سهلة جدا، على عكس الجهة الأخرى من القرعة فيها النصر، الهلال، الشباب. نعم. الاتحاد مؤخرا لعب مع الفتح. نعم. وتفوق عليهم ب3 مع إضاعة بلنتي في آخر دقائق للاعب عبد الاله المالكي. لكن الاتحاد الآن مزدهر ويعيش يعني تقريبا فترة ذهبية بعد انقطاع طويل وبعد غياب عن الدوري ومنافسة على الهبوط. يظهر الاتحاد من جديد، والآن الاتحاد هو المتصدر ب23 نقطة بعد فوزه على الفتح وفوزه على أفريقيا كثيرة. والجيد في الذكر والجدير بالذكر والجيد أن الاتحاد لم يعد ذاك الهزيل، لم يعد ذاك النمر الهزيل، بل بالعكس الآن الاتحاد قام من مكانه وكشر عن أنيابه وعاد. والفوز الآن أصبح بال3 وال4 وال5، حتى أنه فاز على 6 ضد في بداية الدوري. نعم. فالنمر عاد نقدر نقول النمر عاد، والمشجعين متلهفين ومتشوقين إلى عودة النمر لأنه انقطع انقطاعا طويلا. طيب ننتقل إلى أسبانيا، حيث وصول تشافي إلى برشلونة بعد إقالة المدرب كومان، وآمال وخيبات آمال وكلام ولغط كبير حول تشافي. رأيك الشخصي في هذا عبد الرحمن؟ هل ينجح تشافي في برشلونة أم لا؟ والله رأيي عبد الرحمن، طبعا هذا القرار أو هذا الحدث هو الحدث الأكبر والأول في العالم في هذه الفترة، حديث عودة، خلينا نقول عودة تشافي إلى بيته كاتالونيا. نعم. وهو لاعب في برشلونة، وهو يعتبر أسطورة من أساطير النادي. لعب من عام 99 إلى عام، أو عفوا من عام 98 إلى عام 2015، فنجد أنه 17 سنة في النادي ويعتبر من أبناء النادي. نعم. تدرج من اللاماسيا حتى وصل إلى الفريق وحاز مع الفريق بطولات كبيرة جدا. ولكن هذا التاريخ الكبير لا يشفع له بأن يحظى بمسيرة تدريبية جيدة. ولو أن برشلونة بشكل عام في تاريخه هو يعتبر من أكثر الأندية حظا بلاعبينها السابقين في حال يعني كون أصبحوا مدربين، فنجد أنه بالعودة بالتاريخ نجد أنه النجم الراحل الكبير كرويف كان لاعبا مميزا، يعني حصل على عدد كبير من الإنجازات، ثم مدرب أصبح ناجح. وبيب جوارديولا عاد وأصبح مدرب تاريخي جدا ومدرب عظيم، وبعضهم يصنفه كأفضل مدربين التاريخ. نجد أنه لويس أنريكي كان لاعبا ثم عاد مدربا وفاز مع برشلونة بالثلاثية. الآن تشافي عاد. هل ذلك؟ نعم. طبعا يأمل برشلونة جماهير برشلونة ذلك، ولكن هل الظروف الآن تساعد تشافي؟ أنا في رأيي الشخصي أنها لا تساعد أبدا. أنا أعتقد أنه قرار عودة تشافي إلى برشلونة هو قرار عاطفي أكثر من كونه قرار فني. كونه أبدا غير لا تبشر بالخير أبدا. هناك مشاكل كبيرة سواء على الصعيد الفني على الصعيد الإداري. الكلام المعروف تجاه برشلونة، لا أعتقد أنه تشافي سوف يعني يكون الثغرة أو عفوا سد الثغرة الموجودة في برشلونة. نأمل النجاح لتشافي ولجميع الفرق، ونأمل أن نرى كرة قدم ممتعة. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لك أخي وصديقي عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم أيضا إلى نهاية هذه الحلقة الماتعة جدا. شاكرين لكم حسن الاستماع والإنصات. نستودعكم الله في حلقة جديدة من الأسبوع القادم في تمام الساعة 4 من كل خميس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.